المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإريترية، نسهلها بالعناوين. تجارب زراعية ناجحة في شامبيكو. سيمينارات لحماية القطاع النباتي في إقليم عنسبة. جمعية المتبرعين بالدم في شمال البحر الأحمر تعقد مؤتمرها. قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب. فيتو الروسي يوقف مراقبة عقوبات كوريا الشمالية ويغضب جارتها الجنوبية. وقوع وفيات في اليابان قد تكون مرتبطة بفضيحة مكملات غذائية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مسؤول نقطة الأبحاث الزراعية في مديرية شامبيكو السيد ملس جبرس جابير تحقيق نتائج مشجعة من إدخال نباتات الفاكهة وأصناف الخضروات الجديدة وإجراء دراسات تفصيلية حول مقاومتها وإنتاجيتها إلى جانب التجارب والأبحاث المستمرة على محاصيل مختارة. وأشار إلى اختبار أصناف من التمور والموز والجوافة المثمرة في وقت قصير، بالإضافة إلى أصناف الخضار مثل الفلفل الأحمر والبصل والكسافة. وقال خبير الأشجار الشاب ميكائيل كفلة إنه إلى جانب التجارب على المحاصيل والخضروات والفواكه، أجريت تجارب على شتلات الأشجار التي يمكن أن تساهم في جهودهم لاستبدال الأشجار المقطوعة في المنطقة. وأوضح خبير الثروة الحيوانية السيد اسم الله تسفألم أن المزارعين سيستفيدون أيضا من المهام الجارية لتربية الماشية المختارة لإحداث تغيير في إنتاج الحليب. تقوم سلطة الغابات والحياة البرية بلقاءات تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول الحفاظ على الغابات والحياة البرية في مديريات علاب العد وحمل مالة وحقات وكرم في إقليم عنسبة. وتجري المناقشات في اللقاءات لتقييم دور ومساهمة المواطنين في الحفاظ على الغابات وتقديم التوجيه للقيام بعمل أفضل في المستقبل بالتعاون مع الجيش الشعبي والإدارات. وقال مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية السيد دبساي والداي إن الوعي بشأن الحفاظ على الأشجار يتزايد، وقد تم تسجيل تغييرات كبيرة خاصة بعد عام 2019. وذكر مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كاساتي تسفاسيون أن فوائد الأشجار تأتي بالاستخدام والإدارة الجيدة، داعيا المزارعين للعمل بالتوجيهات المقدمة إلى جانب الثقافة المترسخة في حماية الأشجار. ودعا مسؤول مكتب الجيش الشعبي العقيد سيساي جبر السلاسي والمدير التنفيذي لإدارة مدينة كرن السيد التنغوس أبرام دعايا إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الغابات والحياة البرية والحفاظ عليها، حيث لا يمكن لأي برنامج أن ينجح دون التنسيق والتعاون بين الشعب. وأكد المشاركون على الاستعداد لرعاية القطاع النباتي لارتباط مصدر رزقهم بها، وأنهم على استعداد لاستخدامها وفقا للمبادئ التوجيهية الحكومية. هذا وستعقد لقاءات مماثلة في المديريات المتبقية. أفاد مدير مدرسة أملاية الداخلية في مديرية كركبة ارتفاع عدد الطلاب الدارسين حتى المرحلة الثانوية في المدرسة التي فتحت الفرص لأولياء الأمور لتعليم أبنائهم. وأوضح الأستاذ إسماعيل أحمد انخفاض عمليات مقاطعة التعليم التي كانت قبل بدء خدمات المدرسة الداخلية خاصة الطالبات بعد المرحلة الابتدائية. وذكر أن عدد الطالبات كان 5 فقط من بين 149 طالب أثناء بدء المدرسة الخدمات العام الدراسي 2022-2023 ليرتفع إلى 48 طالبة من بين 324 طالب خلال العام الدراسي 2023-2024 في المرحلتين المتوسطة والثانوية. تجدر الإشارة إلى أن طلاب مديرية كركبة المكملين للمرحلة الابتدائية كانوا يضطرون للذهاب إلى مديريات غردات وفوتساوى وأسماط وهبرة لمواصلة التعليم للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
عقدت الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم بإقليم شمال البحر الأحمر مؤتمرها الثاني في مصوع يوم 28 من مارس. وأوضح رئيس فرع الجمعية السيد التولدي تسفازجي أن الجمعية ركزت في السنوات الأخيرة على التنظيم الداخلي ورفع الوعي المجتمعي والمعرفة حول التبرع بالدم وزيادة المتبرعين الطوعيين بالدم، مشيرا إلى توسيع أنشطتها التي كانت مقتصرة فقط في 4 مديريات. وذكر تنفيذ أنشطة بناءة لتوفير الدم الآمن والكافي للمستشفيات في مديريات جندع ومصوع وفعبت ونافا. وناقش المؤتمر تقارير عن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال السنوات ال4 الماضية ونقاط الضعف والقوة في العمل. وقال محاري أبراهام من بنك الدم الوطني وبرخة مسازجي من الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم إن الخبرة المكتسبة في الإقليم هي مثال يحتذى بها للأقاليم الأخرى. وذكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة على العمل بالتركيز على الأشخاص ذوي التأثير لتحقيق نتائج أعلى على الرغم من تحقيق نتائج مشجعة في أنشطة التبرع بالدم. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة وتقديم شهادات المساهمة للأفراد الذين نشطوا بمثالية خلال السنوات ال4 الماضية. تأسست الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر في منتصف 2018. نظم قسم السياحة في الإقليم الأوسط سيمينارات تنويرية للطلاب حول السياحة الداخلية. وقدمت مسؤولة التوعية والإعلام في السيمينارات التي نظمت في المدارس الثانوية توضيحا بشأن الموارد السياحية في إريتريا. وذكرت أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد، مشيرة إلى إعداد وزارة السياحة منشورات مصحوبة بالصور في الموارد السياحية في البلاد، ويجب على المواطنين زيارة المواقع السياحية التاريخية والتراثية. نظمت دورة تدريبية في مديرية مايمنة بهدف تحسين أداء الطلاب من خلال تعزيز العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. شارك في التدريب المعلمين ولجنة أولياء الأمور وأعضاء مكتب التعليم في المديرية. وغطى التدريب تأثير أخلاقيات المعلم على الطلاب ومسؤولياتهم المهنية وأساليب التدريس ونتائجه، ودور المجتمع وأولياء الأمور في تطوير التعليم وعلم النفس والحالة العقلية للطلاب داخل وخارج المدرسة. ودعا مسؤول الإدارة والمالية لمكتب التعليم في مديرية مايمنة الأستاذ قرماي معاشر المتدربين، دعاهم على تطبيق المعرفة المكتسبة في هذا المجال، لأن التدريب التعليمي يلعب دورا مهما في معالجة المشاكل ونقاط الضعف. لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع يوم 26 من مارس في مديرية أفعبت. وحادت شاحنة من نوع ميتسوبيشي عن الطريق وانقلبت وهي في طريقها من قادم حليب إلى مدينة أفعبت. وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 4 بجروح بليغة و3 بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى. وقع الحادث في منطقة أفقيح على بعد 10 كيلومترات إلى الشرق من أفعبت. وكانت الشاحنة تنقل حوالي 70 كنتال ذرة و11 شخصا. وذكر مسؤول شرطة المرور السيد محمد إدريس عبد الله لوكالة إرينا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، غير أن المؤشرات الأولية تبين إلى عطل في مقود السيارة. مشاهدينا، كانت هذه الأخبار على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم. الأنباء على الصعيد العالمي. قال جيش النظام السوري إن عددا من المدنيين والعسكريين قتلوا في غارة جوية من اتجاه أثريا جنوب شرق مدينة حلب استهدفت عددا من المواقع في ريف المدينة. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية أن قصفا إسرائيليا جويا طال عدة نقاط في محيط مطار حلب ومنطقتي السفيرة وجبرين شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين وخسائر مادية لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الضربات الإسرائيلية على حلب أدت إلى مقتل 33 مدنيا وعسكريا، وتسببت أيضا بمقتل 5 من مقاتلي حزب الله اللبناني. وقالت مصادر في مدينة حلب أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع للقوات الحكومية السورية جنوب مدينة حلب وفي محيط مدينة سفيرة جنوب شرق المدينة، وأن ألسنة النيران شهدت تندلع من المواقع التي تعرضت للقصف. استخدمت روسيا حق النقد الفيتو لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء مراقبة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. واعتبرت كوريا الجنوبية الفيتو الروسي بأنه تصرف غير مسؤول، وامتنعت الصين عن التصويت، في حين صوت باقي أعضاء مجلس الأمن وعددهم 13 لصالح التجديد للجنة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن سول تؤكد بوضوح أن روسيا الاتحادية اتخذت قرارا غير مسؤول رغم أنها عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي. وجاء موقف سول بعيد تنديد واشنطن بالفيتو الروسي واعتباره محاولة من موسكو لإخفاء تعاونها العسكري المتزايد مع بيونغ يانغ. وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تجديدها مرات عدة في عامي 2016 و 2017. أعلنت شركة كوباياشي فارماسيوتيكال عن حالتي وفاة جديدتين يحتمل أن تكونا مرتبطتين بتناول مكملات غذائية من إنتاجها، باتت محور فضيحة تتصاعد الضجة في شأنها منذ أيام، وبذلك ارتفع إلى 4 عدد الوفيات التي تسببت بها هذه المكملات الغذائية التي تحتوي على نوع من الأرز المخمر بالخميرة. وسوق لهذا الأرز على أنه يخفض نسبة الكوليسترول الطبيعي في الدم، لكن دراسات تحذر منذ سنوات من إمكان انطواء هذا المكون على مخاطر، إذ أن تركيبته الكيميائية قد تؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى. وأوضحت الشركة في بيانها أن الشخصين اللذين أعلنت عن وفاتهما كانا يستخدمان إحدى مجموعات المكملات الغذائية الثلاثة المشتبه بكونها مضرة. الخبر الأخير لقي 45 شخصا حتفهم في جنوب إفريقيا بحادث سقوط حافلة من فوق جسر بارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد. وأعلنت وزارة النقل في بيان أن الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا إلى بلدة موريا شمالا، أدى إلى سقوط 45 قتيلا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة. وقالت الوزارة إن السائق فقد السيطرة على الحافلة التي اصطدمت بحاجز الجسر ثم سقطت على الأرض واشتعلت النيران فيها. وقالت إدارة النقل في ليم بوبو في بيان منفصل إن عمليات الإنقاذ استمرت بينما حوصر آخرون داخل الحطام. مشاهدينا الأكارم، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. تجارب زراعية ناجحة في شاميكوف. سيمينارات لحماية الغطاء النباتي في إقليم عنسبة. جمعية المتبرعين بالدم في شمال البحر الأحمر تعقد مؤتمرها. قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب. فيتو روسي يوقف مراقبة عقوبات كوريا الشمالية ويغضب جارتها الجنوبية. وقوع وفيات في اليابان قد تكون مرتبطة بفضيحة مكملات غذائية. سادتي سيداتي، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.